بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم على قناة مورونو. النهارده هنعمل مع بعض العقد اللي قدام حضراتكم في الصورة. يلا بينا نشوف الخامات اللي هنستخدمها. انا النهارده هستخدم حجر الفيروز. معايا 3 مقاسات، مقاس 10 ومقاس 8 ومقاس 6. تمام، مقاس 10 و8 و6. معايا مسامير بحلقة من تحت، ومعايا حلقات، ومعايا قفل وسلسلة تكون عريضة شوية، عشان دي هتبقى اللي في نهاية القفل، في نهاية العقد، أسفة، من فوق. وسلسلة رفيعة، دي أصغر مقاس ألمونيا عشان ما تأكسدش معايا، سواء الكبيرة أو الرفيعة. دي قطعت منها 6 قطع، كل قطعة مقاس 10 سنتي، هحتاج 6 قطع. والزراديات بتاعتي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا هعمل 3 فروع بالشكل ده كده بالمسامير، هنشوف طريقتها مع بعض. كل فرع مقاس معين، يعني ديت مقاس 10، والفرع التاني مقاس 8، والتالت مقاس 6. تمام، هنشوف طريقتهم ازاي مع بعض دلوقتي. انا عملت مقاس 10 كامل، ومقاس 8، مقاس 6 كامل. هنشوف الناقص معايا الفرع اللي هو مقاس 8، هنشوف مع بعض هنكمله ازاي. الطريقة اللي احنا نشبك فيها المسامير في بعض من غير ما نستخدم حلقات. الطريقة دي أول مرة نعملها في الفيديوهات بتاعتنا، هنشوفها مع بعض واحدة واحدة. أنا الفرع دوت ناقص له 4 خرزات، هنعملهم مع بعض. هجيب مسمار، لو عندي مسامير أقصر من دي يبقى حلو جدا، بس أنا المسامير الأقصر خلصت عندي، فأنا هستخدم المسمار الطويل. هحط فيه خرزة مقاس 8، وهقص الزيادة، وهاجي بالزرادية المبرومة، ايدي اللي ماسكة الخرزة ثابتة، واللي فيها الزرادية هي اللي بتتحرك. هبدأ ألف، وبعدين بعد ما لفيت هفتحها سنة، هفتح المسمار سنة كده، وهاجي في المسمار اللي قبله هحط الحلقة بتاعة المسمار اللي قبله في الحلقة اللي أنا فتحتها، وامسكها بالزرادية المبرومة، وارجع أقفل عليها تاني بالشكل ده. نعمل واحد تاني. أنا حطيت المسمار، الخرزة في المسمار، هقص الزيادة. انا اتقص من المسمار جزء كبير، مش هرميه، هستخدمه، هخليه على جنب، وهنشوف هنستخدمه في ايه دلوقتي. بعد ما قصيت هاجي بالزرادية المبرومة، همسك المسمار وهلف، مش هقفل للاخر، هسيب حتة زي ما احنا شايفين كده، وهجيب المسمار اللي قبله الحلقة بتاعته، هدخلها في الحلقة المفتوحة، وامسك بالزرادية المبرومة اقفل للنهاية. تمام، هلاقيها اتقفلت معايا بالشكل ده. هعمل اللي بعده بنفس الطريقة، هقص الزيادة من المسمار، بالزرادية المبرومة هعمل دايرة مش كاملة، سيب جزء منها كده، والمسمار اللي قبله هدخله في الدايرة المفتوحة، وبالزرادية هكمل الدايرة للآخر. أهم حاجة بس أتأكد من قفلها. فاضل آخر خرزة، هقص الزيادة،
بالزرادية هعمل نص دايرة او دايرة مفتوحة، وهاجي المسمار اللي قبله هدخله في الدايرة دي واكمل الدايرة بالزرادية للاخر. سهلة جدا، مفيهاش اي حاجة. دي طريقة التوصيل الخرز المسامير ببعض من غير حلقات. تمام كده انا خلصت الفروع بتاعتي. هقول كل فرع مقاسه ايه دلوقتي. الفرع مقاس 10 21 خرزة. مقاس 10 بيتكون من 21 خرزة. المقاس اللي بعده مقاس 8 بيتكون من 19 خرزة. ومقاس 6 بيتكون من 19 خرزة. 21 19 19. تمام. في الفرع ده هاجي بالزرادية المبططة عشان اعرف امسك الحلقات. هفتح الحلقة وهحطها في حلقة المسمار من اول الطرف، وهجيب فرع من السلسلة اللي انا قصاها. انا معايا 6 قطع. هجيب واحدة هحط طرف فيها من هنا والطرف التاني من الناحية التانية. تمام. واقفل الحلقة كويس تبقى بالشكل ده. هعمل الطرف التاني بنفس الطريقة. هحط حلقة وهجيب قطعة من قطع السلسلة واحط الطرفين بتوعها جوه الحلقة. الطرف ده من هنا والطرف التاني جوه الحلقة، واقفل الحلقة كويس كده. انا عملت اول دور. التاني هعمل فيه نفس الطريقة. هحط حلقة وقطعة سلسلة الطرفين بتوعها جوه الحلقة. اقفل الحلقة كويس. اتأكد من قفل الحلقات وقفل المسامير عشان الشغل ما يتفكش مني. هعمل الطرف التاني بنفس الطريقة. هحط طرفين السلسلة جوه الحلقة واقفل الحلقة كويس كده. عملت طرفين، فاضل الطرف التالت. نفس الطريقة. هجيب قطعة من قطع السلاسل اللي انا قصاها، هحط الطرفين جوه الحلقة واقفل الحلقة كويس. اخر طرف هعمله هحط الطرفين واقفل الحلقة كويس. تمام كده انا خلصت الثلاث اطراف بتوعي. هكمل الجزء اللي فوق. الجزء اللي فوق هحتاج فيه خرز برضو من الفيروز بعد السلاسل. هعمله بنفس الطريقة. هحط انا هاخد هيبقى الاطراف بتاعته طرفين، خرزة مقاس 10 بعديها خرزة مقاس 8 خرزة مقاس 6. هعمله بنفس الطريقة اللي عملت بيها الفروع. هحط المسمار، هقص الزيادة من المسمار بعد ما قصيت الزيادة هلف. دي هعملها كاملة عشان اول خرزة هقفلها للاخر. الدايرة بتاعتي هقفلها للاخر.
اهي بالشكل ده. بعد كده الجزء اللي احنا قصيناه الزيادة دي، زيادة كتيرة في المسمار، حرام ان انا ارميها، فهستخدمها في الخرز الاصغر من مقاس 10. هاجي في طرف منه بالزرادية، الايد اللي ماسكة المسمار ثابتة، واللي فيها الزردية هي اللي بتتحرك. هلف للاخر يلمسوا بعض كده، هلاقيها بالشكل ده كده. هدخل في الدايرة بالمسمار وارجع سنة لورا، هلاقي القفلة اتعدلت، الدايرة بتاعتي اتعدلت، بقت احسن من الشكل الاولاني. هحط فيها مسمار الخرزة مقاس 8 بالزرادية. هعمل حلقة او دايرة مش كاملة، هحط فيها المسمار او الخرزة اللي احنا عملناها قبلها، واقفل الدايرة بتاعتي بالزرادية للاخر. تمام. دي خرزة صغيرة، فهقص الزيادة اللي هي مقاس 6 واعمل نص دايرة، واحط المسمار في الدايرة واقفل الدايرة للاخر. كده انا خلصت جزء الطرف. هعمل الطرف التاني بنفس الطريقة، مسمار، وهقص الزيادة من المسمار. اول خرزة بقفل الدايرة كاملة، بعد كده هعمل البواقي بتاعة المسمار عشان نشوف هنقفلها ازاي. بمسك طرف المسمار وبلف المسمار لغاية لما يقابل بعضه. بعد كده بدخل بالزرادية كده جوه الدايرة، وبرجع سنة لورا عشان اعدل الدايرة بتاعتي. هلاقيها اتظبطت بالشكل ده. هحط الخرزة واعمل نص دايرة، واحط المسمار واقفل الدايرة بتاعتي. هعمل مسمار تاني، دايرة لغاية لما تقابل المسمار يقابل بعضه. هدخل في النص وارجع سنة لورا اهي كده، والطرف التاني بتاع الزرادية عند النهاية هنا، وارجع سنة لورا. هلاقي الدايرة بتاعتي اتظبطت. هحط الخرزة الأخيرة، هقص بس الزيادة منها عشان دي صغيرة، هتبقى حتة صغيرة قوي. هعمل نص دايرة، هحط المسمار واقفل الدايرة بتاعتي للآخر. تمام كده. كده انا جهزت كل الخرز بتاعي. هاجي للجزء بتاع السلاسل، هجيب حلقة هفتحها، وهاجي للسلسلة ديت، هشوف النص بتاعها، هقسمها على 2 كده، النص بتاعها، واحط الخرزة فيها. اللي هحطها يعني اشوف النص بتاعها، السلسلة هقسمها واشوف النص بتاعها وادخلها جوه الحلقة بالشكل ده. تمام. حطيت الحلقة في نص السلسلة. هاخد الطرف اللي وراها واعملها بنفس الطريقة، هشوف في النص وادخله في السلسلة. هدخلها في السلسلة كده. معايا طرفين، الطرف التالت اللي هو الطرف الدور التالت، انا عاملاهم بالترتيب، الكبير بعد كده الاصغر والاصغر. هساوي السلسلة طرفين قصاد بعض، هاخد الحلقة اللي في النص وادخلها جوه الحلقة اللي معايا.
بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. هاجي الناحية التانية هحط المسمار اللي احنا عملناه واقفل الحلقة بتاعتي كويس جدا. تمام، هنعملها مع بعض في الجنب التاني عشان الناس اللي ما اخدتش بالها. الطرف التاني هجيب حلقة، هفتح، هجيب اول دور اللي هو مقاس 10، السلسلة هقسمها هقسمها، والحلقة اللي تبقى في النص هحط فيها الحلقة بتاعتي. هجيب الدور اللي بعده مقاس 8، هقسم السلسلة والحلقة اللي في النص هحط فيها الحلقة بتاعتي. الدور الأخير اللي هو مقاس 6 هقسمها واحط الحلقة في الحلقة بتاعتي. وهاجي الناحية التانية هحط المسمار اللي احنا عملناه فيه ال3 خرزات، وهقفل الحلقة كويس جدا عشان دي اللي ماسكة العقد او شايلاه. تمام كده انا عملت الطرفين بتوعي للسلاسل. بقى العقد بتاعي بالشكل ده. هنلاقي الاطراف لما عملته بالتدريج 19 خرزة 19 خرزة 21 عطاني الفرق ده وده. تمام، من فوق هنلاقي شكله كده. السلاسل لما عملنا طرفين مع بعض عطى السلاسل هنا عطت كثافة شكلها حلو قوي، هنا متوزعة وجاية مضمومة على فوق. تمام، الجزء الأخير اللي أنا هركب فيه السلسلة بتاعتي اللي هي بتاعت القفل بتاعي، ممكن تبقى مقاس أصغر من دي شوية، بس أهم حاجة إن هي تكون محملة عشان دي اللي هتبقى شايلة العقد. هجيب حلقة هحطها في طرف المسمار والناحية التانية السلسلة بتاعتي. والطرف التاني بنفس الطريقة. هحط طرف السلسلة في الحلقة واقفل الحلقة كويس. هاجي في نص السلسلة وهفتحها عشان احط القفل بتاعي. بعد ما فتحتها هقفلها كويس طرفين قصاد بعض، والقفل هركبه في طرف السلسلة القفل هقدر اطول العقد واقصره على حسب الطول اللي انا عايزاه مناسب ليا. تمام، وبكده اكون خلصت العقد بتاعي وده الشكل النهائي ليه. ويا رب اكون افدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.